لو لسه بتدور على طريقة تبدأ بيها وتكسب بيها من الإنترنت يبقى الفيديو ده معمول ليك. كل يوم الناس حوالينا بتربح من الإنترنت، ده مش كلام تحفيزي وخلاص، لأ دي أفكار حقيقية وشغالة في 2025. ناس بدأت بيها وهي في البيت وما عندهاش لا رأس مال ولا حتى خبرة. فلو انت مستني الفرصة يبقى الفيديو ده بدايتك. وعلشان ما نطولش على حضراتكم نبدأ بأول حاجة، توضيح الفكرة العامة. في آلاف الطرق اللي ممكن تكسب بيها من الإنترنت، بس مش كلهم ينفعوا لكل الناس. علشان كده أنا النهاردة جبت لك 7 أفكار حقيقية وسهلة، وكل واحدة منهم تقدر تبدأ بيها من بكرة حتى لو معاك موبايلك وبس. ونبدأ بأول فكرة وهي التسويق بالعمولة. تقدر تسوق منتجات مهاش بتاعتك إطلاقا، وكل ما حد يشتري من خلالك تربح عمولة خاصة بيك، زي التسوق من أمازون أو نون أو جومي أو حتى أي منصة تانية أخرى أنت شايف إنها كويسة، يوبي أو اي باي أو أي منصات أخرى. حابة أقول لك توضيح بسيط عن التسويق بالعمولة. أنا دلوقتي شخص محتاج منتج من الإنترنت، هقول لك أنا خلاص هجيبه لك ومش عارف إيه، بحسبه باخد عمولتي فوق منه، بقوم جاي مودي لك المنتج وحط تفاصيله، وانا بيجيليش ولا بشوف المنتج ولا اي شيء. المنتج من البلد ليك انت، وانت بتحول لي الفلوس، بس بضيف لك فوق الفلوس بتاعت المنتج عمولتي الخاصة. اما الفكرة التانية هي بيع الخدمات على منصات زي خمسات ومستقبل. بتعرف تمنتج، بتعرف تكتب، تصمم، تكتب سكريبتات، في ناس بتدور على حد يعمل لهم شغل. ابدأ بحساب بسيط وخدمات بسيطة، ومع الوقت هتبني اسمك وهتبقى علامة تجارية كبيرة جدا في المنصات اللي زي كده. وتوضيح بسيط علشانهم، انت دلوقتي ممكن تكون بتعرف تمنتج او تكتب او تصمم او تكتب سكريبتات لفيديوهات، كل ما عليك هو انك تنزل المنشور وتستنى. ومع الوقت طبعا انت قناتك او حسابك هياخد تقييمات كتير جدا وهتنجح بإذن الله. اما تالت فكرة وهي قناة يوتيوب حتى بدون الظهور. اعمل قناة بتتكلم بيها عن ملخصات كتب او قصص رعب او حتى شروحات. انت ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي او صور مجانية من الانترنت لو مش حابب تظهر بنفسك. وصدقني طبعا اللي ما يعملش قناة في 2025 فهو خسران جدا. انت لازم يكون في عندك قناة وبتدور على فكرة من الافكار اللي انا عمال اقولهم لك دول، تمام كده؟ فنصيحة مني انا بقول لك حاول انك تشوف لك مشروع من دول وتبدأ بيها قناة. يعني انت مثلا انت اثناء مشروعك صور وارفع على اليوتيوب، تمام؟ الربح من الانترنت مثلا الطباعة عند الطلب اللي هنتكلم فيها دلوقتي، اعمل عنها قناة يوتيوب. ورابع فكرة الطباعة عند الطلب، انك تصمم تيشيرت او اطباق وتقوم جاي عارضها والموقع يطبع ويشحن على طول. ده حلاوته، الموقع يطبع ويشحن على طول وانت لا هتلمسها ولا اي شيء، انت ارباحك هتوصل لك وانت ممكن تبدأ بيها من النهاردة. وصدقني دي فكرة مشروع ناجحة جدا 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 ان شاء الله. اما الفكرة الخامسة الترجمة والتفريغ الصوتي. لو بتعرف الترجمة او الانجليزي كويس، في شغل على مواقع كتير. زي المواقع دي مشهور منهم اسمه ري اي بي. اللي محتاجه او حتى على فايبر وخمسات، اللي محتاج الموقع ده مفيش مشكلة يبعت لي رسالة او انه يعلق على الفيديو على كومنت، وباذن الله اديله الرابط وكمان اديله منشور طويل عريض عنه وازاي يستخدمه ويبدا بيه من الصفر لغايه ما يجيب منه اول فلوس ليه. الفكره السادسه وهي الربح من الذكاء الاصطناعي. ايوه، انت ممكن تستخدم شات جي بي تي بنفسه او موقع تولد منه صور او فيديوهات وتعرضها للبيع او تعمل بيها محتوى يجذب بيها مشاهدات. وصدقني دي حاجات كويسة جدا، خصوصا بالفترة الأخيرة ناس كتير خالص بتحاول صورها الكرتونية بتحول الصورة لفيديوهات، ودي كلها حاجات حلوة. وأنا من رأيي الشخصي فكرة المشروع ده أو فكرة الربح من الإنترنت دي فكرة ممتازة جدا جدا جدا. أما الفكرة السابعة إنشاء كورسات رقمية. طبعا أنا حابة أوضح لكم إن الكتب الرقمية ديت كتب يعني بتكون PDF، هي دي الكتب الرقمية، ملف
انا مش هقول لك الكتب الرقميه دي ملف وتحط ببالك وبالك يمشي بعيد خالص، لا، انا بقول لك انشاء كورسات رقميه. انت ممكن تنشئ كورس يتكلم عن الربح من اليوتيوب، وتبدا بالكورس ده من بدايه انشاء الحساب لغايه ما تفعل ادسنس وتقبض من اليوتيوب وتكون شخصي خلاص. كل ما عليك هو رفع الفيديوهات وانك تكسب فلوس من اليوتيوب تقبض اخر الشهر. تمام. فلو عندك خبرة في أي حاجة حتى لو بسيطة، اعمل كورس PDF أو حتى فيه فيديوهات وانشرها على منصات زي يوديمي أو جومي أو كورسات أو حتى صفحتك على التليجرام. دلوقتي أنا من رأيي الشخصي إنه فكرة الكورسات فكرة كويسة جدا، لأن أي شخص بصراحة يعني خليني أقول لك لو عملت كورس مخصوص لحاجة معينة الناس بتطمح ليها فهو مباع وهيتباع أكتر من مرة. واللي بيميز الكورس الرقمي عن باقي الكورسات فهو الكورس الرقمي بتقدر تبيعه اكتر من مره، اما الكورسات الورق فانت هتبيعه مره واحده بس لشخص واحد بس وخلاص كده. فانا شايف انه الفكره دي فكره ممتازه جدا، وفي نفس الوقت اي شخص ممكن يبدا بيها، وخاصه الكورس ده هتجيب مبيعات اعلى بكتير لو انت ركزت على موضوع معين زي الربح من الانترنت، كورس الذكاء الاصطناعي، او كورس الربح من اليوتيوب والانترنت. وطبعا لو اشتغلت عليه صح انت نجاحك هيكون نجاح مبهر جدا جدا جدا، ويعني ربنا يوفقك. وكل اللي فات ده مجرد بداية، انت مش لازم تبدأ بالسبع افكار، بس لازم تبدأ بحاجة منهم، واهم حاجة انك تبدأ، لان الربح من الانترنت مش بيكفي اللي بيكسل وكده، ده بيكفي ده للمجالات التانية. وسيب لي في التعليقات ايه اكتر فكرة شدتك وعايز تبدأ بيها، ولو حاببني اعمل لك فيديو مفصل عنها مفيش مشكلة، اكتب لي بس وما عليك. ولو عايزني اعمل لك سكريبت عنها وفيديو طويل عرض عنها لاي فكرة معينة نفسك فيها برضو اكتب لي. ما تنساش اللايك والاشتراك ان كان المحتوى ده يستاهل، فما تنساش المتابعة كمان. شكرا للجميع، كان معكم رمز الفكرة ابراهيم شفيق. رمز الفكرة، فكر بذكاء واربح بجدارة. وما تنسوش رمز الفكرة المنصة اللي بتجمع بين الابداع، تطوير الذات، النجاح المالي.